محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد أجمعين. ازيكم حبايبي الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبهنا وبسعادة. صباح الورد والفرح والسرور، صباح الهنا، صباح كل حاجة حلوة. يا رب النهاردة يمكن يكون كله خير وبركة وسعادة، ويا رب يبعد عننا الناس الوحشة المؤذية. يا رب يبعد عنكم أي حد وحش عايز يخرب بيت، عايز يوقع، عايز يأذي طفل أو يأذي عايز يخرب بيت، لان الناس دول بقوا كتير قوي في حياتنا بجد. فربنا يبعد عننا كل المؤذيين يا رب اللي في الدنيا، ويحلي ايامنا كلها كده، ويجعل ايامنا كلها خير وبركه. بصي بقى يا ست الكل، انت وهي، لو انت اول مره تشوفيني يلا دلوقتي حالا اشتركي في القناه وفعلي الجرس واعملي بقى شير للفيديو دون، واعملي لايك حلو كده زيك، وهستنى تعليقك وهتشرفيني بيه كده وتنوريني في قناتي المتواضعه. بصوا بقى، النهارده صحيت كده بدري، قلت بقى اخلص اللي ورايا. كان ورايا شوية حاجات كده أنشر بقى وأجهز أكل وحاجات كده. فأنا معاكم بشارك كل يوم أهون، ونبطل بقى كسل ونقوم نشتغل. أول لما نصحى من النوم كده نشوف كل اللي ورانا. طبعا رتبت الأوض خلاص، يعني أول لما بصحى من النوم برتب الأوض بتاعة النوم وأوضة الأطفال. بعد كده بقى إيه، بخش أشوف لو هغسل حاجة أو هنشرها، وبشوف بقى الريسبشن بتاعي لو في حاجة برضو برتبه وكده. بس أهم حاجة طبعا بشوف، يعني أول لما بقوم بشوف الأوض وكده وبرتبها، وبفرش الملاية بتاعة السرير. لان في ناس بتقعد تكسل، لا ما تكسليش، اول لما تصحي اعدلي السرير واعدلي حاجتك، وبعد كده قومي بقى اتوضي وصلي وابدأي يومك كده بنشاط، واشربي بقى الحاجة اللي بتحبيها. انا خلاص عموما شربت شاي، مستنية بقى جوزي هيجيب الفطار، قال لي انا هنزل اجيب لكم فطار من تحت، فلما اجيب الفطار هفطر معاكم ان شاء الله. بص بعد ما خلصت نشير بقى، انا كنت غاسله دور كده فنشرت. بعد ما خلصت ده الفطار اهو، جايب لنا سندوتشات فول من عند راجل جنب البيت كده، ومعاه بقى مخلل وكمان بتنجان، حاجة يعني عظمة. بصوا بقى هنفتح كده ونشوف كده، ايوه دي السندوتشات. عايزة اقول لكم طعمها حلو جدا. بس بقى هقول لكم، يعني هنا في القاهرة الفول كده في العيش ده. احنا عندنا بقى في المنصورة في واحد بتاع فول اسمه البغلي. الراجل ده حاجته حلوة جدا. هو موجود في المنصورة والمحلة، ففعلا يعني وحشني والله، كنت باكل من عنده احلى سندوتش فول. ليه تتبيلة كده خاصة في الفول، ليها طعم وهم بصراحة. هنا بقى الشاي ده كان بتاع ابو سيف، ما كانش لسه خلصه، لكن انا كنت خلصت بتاعي. فهنروح بقى نفطر، وبعد كده نخش نشوف ورانا ايه بقى في المطبخ. ورايا شويه حاجات كده، عايزه اغسل بقى البوتاجاز. فانا كنت شاريه دي، لسه شاريها يعني امبارح، دي اسمها الهلوبه بتاعت ماي واي، ما بستغناش عنها يا جماعه خالص. لازم كل ما بتخلص برجع اجيب منها تاني، لانها فعلا تحفه وحياة ربنا، وريحتها تجنن، وبتنضف جدا جدا يعني. بس جربي بقى تعملي بيها كل حاجة. الإزاز بيتلمع بيها، الألمونيا، الستانلس ستيل. أنا باخد معلقة واحدة بس، عمالة أقول لكم ريحتها حلوة، بصوا ريحتها تحفة، شمها وقول ريحتها حلوة. دي بريحة الخوخ، في منها باللافندر، في كذا حاجة يعني. باخد منها معلقة واحدة وبخفها بالمية. بصوا الرغوة بتاعتها خطيرة ازاي. طبعا حلوة جدا للبوتاجاز، وحلوة جدا للسيراميك، الدهون اللي هي ورا البوتاجاز. جميلة جدا للبقع لو حطيتي منها في الغسالة بتاعتك. فهي ليها كده استخدام، بتلمعي بيها النحاس. يعني انت لو عندك مثلا اللي هي حاجات نحاسية، مشغولات نحاسية، دي بتلمعيها بيها حلوة جدا. بتلمعي بيها الستانلس ستيل تحفة بجد. فهي ليها كذا استخدام، 10 في واحد. حقيقي حلوة من منتجات ماي واي، أنا يعني بصوا بشتريها على طول، على طول تخلص اشتريها. سعرها كان ب15 جنيه. في ناس عندنا بتباعها ب12 وفي ب15. فأنا لما بلاقيها بجيبها، ساعات بلاقيها ب15، ساعات بلاقيها ب12، على حسب يعني كل واحد بقى ايه ورزقه في الموضوع دون. لكن هي بصراحة من الحاجات الحلوة جدا. انا بعمل بيها كل البوتاجاز قدامكم اهو، حلوه جدا وبتخلي الحاجه بتلمع. عموما يعني احنا النهارده شغلنا ايه، مش تقيل برضو، شغل خفيف روتين خفيف. يلا بقى حلوه انت وهي، لو انت لسه معايا لحد دلوقتي في الفيديو حطي لايك حلو زيك، مستنيه اللايك بتاعك كده. بصوا بقى انا عايزه انصحكم نصايح. اوعوا تسيبوا اي كركبه عندكم في الشقه، والله وحشه جدا وبتدي طاقه سلبيه جدا. انا عندي هنا اهو في البلكونه اللي ورا دي، انا فضيتها قبل كده وشلت الكراكيب، جوزي رجع جاب لي فيها كراكيب بتاعته تاني. هي مش كراكيب، هو حاجات محتاجها في شغله يعني. فطبعا مليانه حاجات، فانا بتضايق جدا من المنظر ده. انت برضو تحت السراير لو عندك اي حاجه ملهاش اي لازمه شيليها ارميها. حقيقي والله ملهاش لازمه، بتجيب طاقه سلبيه على الفاضي. يعني لو في اي حاجه مكركبه حياتك كده تحت السراير، في البلكونات، ملهاش اي لازمه شيليها. انا عن نفسي هعمل كده، انا لومه بس الحاجات اللي في البلكونه اللي قدامك دي حاجات شغله، انا كنت شلتها والله رميتها. انا بكره الكركبه جدا. انا كفايه قوي عيالي حتى يعني مكركبين لي الدنيا اصلا، مكركبين لي الدنيا بلعبهم وبحاجاتهم. فالكركبه دي من اوحش الحاجات.
هنا برضو دلوقتي هروق معاكم كل الرخامه وهخليها زي الفل ان شاء الله. بصوا بقى الاول كده غسلت الحله بتاعتي، هي كانت جديده ونظيفه مفيش فيها حاجه، بس حبيت برضو اغسلها من مطرح الايدين بتاعت الناس وكده. هعمل بقى معاكم ايه؟ هعمل النهارده الاكل، طبعا الغدا هيبقى بسيط خالص. هعمل مكرونه اللي هي الشرايط دي، وهعمل معاها بيض وبطاطس وكده. جوزي بقى لما شافها قال لي لا اعملي جمبري، قلت له لا الجمبري ده بعدين بقى، احنا مش كل يوم لحوم، هنريح شويه، فممكن بكره او بعده ابقى اعملها يعني. او نريح شويه لان انا عملت خلاص المكرونه، خليها كمان كام يوم. انا امبارح كنت عامله كبده وكده فمش هينفع ان انا اعمل لحوم تاني. يعني انا ايه، بصوا، مش بخلي كل يوم لحمه، لا بخلي يوم ويوم، يومين في الاسبوع لحمه والباقي ايه بقى بخليه كده ارتاحي. يعني على حسب كل واحد بقى بيمشي نظام بيته على حسب الامكانيات بتاعته. تمام. بصوا بقى حبايبي الغاليين، المكرونه دي بتبقى حلوه فعلا مع الجمبري. تعمليها وايت صوص ان شاء الله هبقى اعملها معاكم في فيديو. بس النهارده بقى انا هعملها قرداحي كده زي ما قلت لكم، بيض وبطاطس، اكله جميله جدا والله. المهم انا بسلق المكرونه سلقه حلوه كده، وبعدين بقوم بقى ايه احطها في المصفى، وعندي البطاطس مجهزه. يعني الاكل النهارده مش هتعب فيه خالص خالص، اسهل اكل خالص. هنا بقى بقشر البطاطس كده. انا هسلقها يا جماعه، يعني هعملها ايه تخينه مش رفيعه صوابع، لا انا هعملها كده ايه تخينه مقلبظه، احنا مسمينها البطاطس المقلبظه. ده ابني اللي بيسميها كده، فهو بيحبها برضو، بس هو اكتر حاجه بياكلها البطاطس الرفيعه دي الصوابع بالكاتشب. المهم زي ما قلت لك انت خلاص داخل عليكي شتاء، فلو انت هتنضفي تحت السراير شيلي اي كراكيب. اعملي زي انا والله، لو ما كانش تحت السرير مثلا بيبقى فيه اللبس الصيفي والشتوي، لو ما كانش كده لا لازم فعلا فعلا تخلي تحت السرير فاضي عشان تعرفي تمسحي، يعني تعرفي تنضفي وتمسحي. المهم انا هنا خلاص كنت بخلص بقى المكرونه سلقتها، بجهز هنا بقى معاكم الصلصه بتاعتها، وسلقت كام بيضه كده، وادي البطاطس بتاعتي اهي بتتسلق على النار. هنا بقى بشرت البصلايه، رحت على الرخامه لان انا ما كنتش عارفه اعمل على البوتاجاز عشان النار. بصوا هنا برضو انا التربو عايزه اغير مكانه، بس بخاف ادخله جوه لان لسه عندي، جوزي قال لي هيغير لي سلك كده جوه بيدخل ابراز، يعني تلاقي ابراز تدخل. كان الاول فران، طبعا احنا قفلنا خلاص الطريق على الفران، دلوقتي ممكن تلاقي بقى ابراز داخله. فطبعا انا بخاف جدا منهم وبخاف يجوا على الاكل او البهارات اللي انا حطاها، فبخلي التربو هنا مش عايزه ادخله جوه. فان شاء الله لو هو قفل لي السلك كده وظبط لي الدنيا جوه هدخله، هيوفر لي مساحه جامده، لان زي ما انتم عارفين مطبخي صغنون خالص. بصوا بقى هنا انا كنت خلاص حطيت بقى البصلايه اتحمرت، ونزلت عليها بالطماطم او الصلصه بتاعتي، وحطيت شويه فلفل اسمر ورشه من السكر عليها عشان تعادل الحموضه بتاعه الطماطم. وبس كده خلاص، هسيبها بقى لغايه لما تتسبك كلها كده وتتقل معايا، هنزل بالمكرونه. وادي البيض اهو يا حبايبي الغاليين، هو زياده شويه لان انا عامله حساب القطه بتاعتنا هتاكل معانا. وادي البطاطس بتتسلق اهي. وبس كده خلاص، طبعا بعد كده اضيف المكرونه بقى عليها، وحطيتها كده مع الصلصه قلبتها بعد ما تقلت، وخلاص كده اكلنا يعتبر جاهز يعني. شويه كده وهنتغدى لان انا ورايا نزول، هنزل كده اعمل شويه حاجات كده، هعمل شوبينج وهلف لفه حلوه طبعا لان انا عاوزه اشتري شويه حاجات برضو كده. هنا بقى حبايبي الغاليين كنت بعمل البطاطس بطريقه كده مختلفه. جبت البطاطس قشرتها، وبعد ما قشرتها هرستها كده جامد، حطيت عليها شويه من الملح صغيرين، شويه فلفل اسمر، شويه من البابريكا، وشويه من السبع بهارات. وهبدا بقى الاول ان انا بس احمر اللي انا عملتها في الجنب دي. انا عامله بطاطس عاديه خالص مش تخينه، ورجعت بقى البطاطس دي اللي هي ايه التانية دي هعملها بطريقه مختلفه كده زي البانيه او زي اللي هو الناجتس بتاع الفراخ، اللي هو ايه هنبططها كده وبايدينا كده، هنعملها بالبيض وبالبقسماط، طريقه كده برضو مختلفه يعني عن الطريقه التقليديه. طبعا انا بدات ان انا بايدي استخدم ايدي كده، وبس كده الطريقه سهله خالص خالص وبسيطه. المهم هنا بقى ببدا ان انا اشكلها، شكليها براحتك، انا هعملها دواير. هغسل ايدي بس وهجيب طبق علشان خاطر اعمل معاكم البيض. بصوا انا هنا لقيت الطاسه اللي هحمر فيها البطاطس فيها ميه، فحركتها كده بايديا عشان الميه تنشف منها، وحطيت بقى دور بطاطس يتحمر، وبعمل بقى ايه الناجتس بتاع البطاطس او كفتة البطاطس، سموها بقى زي ما تسموها، بس هي طريقتها كده مختلفة ولذيذة يعني جديدة، جربوها هتعجبكم. بدأت بقى ان انا بططها كده، جبت بضاية بقى في نفس مكان البطاطس، وحطيت عليها شوية من الفلفل الاسمر وقلبتها كده في بعضها. وهجيب بقى ايه البطاطس اللي انا عملتها، هحطها في البيض وبعدين البطاطس، حابة تغيير يعني، اللي حابب ياكل من دي ياكل واللي حابب ياكل من التانية ياكل.
واحطها على النار على طول. طبعا مش تاخد وقت معايا، بجد اكله حلوه كده وخفيفه ولطيفه وسريعه. انا بحب البطاطس جدا. خلاص كده يا حبايبي، ممكن كمان تحشوها، يعني تحطوا على البطاطس كده موتزاريلا، فوانتي بتشكليها يكون جواها الموتزاريلا، فوانتي بتاكليها كده تلاقي مطة الموتزاريلا طالعة حاجة تحفة يعني. بصراحة جميلة جدا وتغيير حلو. عموما انا خلاص خلصتها اهو. هقدم بقى معاكم الاكل وهشيل بقية البطاطس المحمرة دي وبس. احنا كده خلصنا احلى طبق بطاطس بطريقة جديدة وسهلة. وزي ما قلت لك ممكن تضيفي موتزاريلا، بس انا ما كانش عندي، هتبقى تحفة. ادي البيض بتاعنا اهو يا حبايبي مع المكرونة بتاعتنا. خطيرة خطيرة واكلة حلوة جدا. وريحة الاكل تجنن بصراحة، اكل شعبي بس بجد بيفتح النفس واحلى من احلى اكل. انا كده خلصت خلاص حبايبي الغاليين الاكل بتاعنا. لسه هنعمل شوية برضو حاجات تانية. اوعوا تروحوا في اي حتة، خليكم معايا، هنشجع والله العظيم مع بعض. بصوا حبايبي، هنا ده كل الاكل بتاعه، حبيت افرجكم عليه كده. هحط بقى ايه شوية مخلل كده مع الاكل وخلاص. هروح بقى على الانتريه عشان اشوفه مترتب ولا لا بعد ما اتغدينا. طبعا لقيته مش مترتب، قلت هكنسه برده وهمسحه. طبعا انا الاوض خلاص خلصتها. بس الاوض بقى طبعا بتكون مش فاضيه الصبحيه. جوزي ساعات بيبقى قاعد في اوضه الاطفال يعمل شغله او كده، لان شغله على الكمبيوتر اغلب الوقت. الولاد بيكونوا قاعدين في اوضه النوم، او ساعات يقعدوا معايا، فانا بقى ايه بصور لكم اكتر في الريسبشن بتاعي، وبصور معاكم في المطبخ ساعات في الحمام. فطبعا لما بيكون متوفر معايا وقت ان انا اصور لكم في الاوض بصور معاكم. بس طبعا لازم شيء اساسي اول لما تصحي ترتبيهم ويكونوا حلوين وريحتهم حلوه. هنا خلاص بقى انا بكنس كل المكان، طبعا لازم اكنسه كله، لان الولاد بيكونوا موقعين حاجات كتير قوي على الارض. يعني تقريبا كده طول اليوم بجري وراهم بالمقشه. بجد والله حاجه فظيعه. بصوا بقى انا هنا ركبت المقشه القديمه دي، لان التانية الولاد مش عارفه خدوها ودوها ورا الدولاب جوه. كانوا بيلعبوا ورموها ورا الدولاب. فانا مش لاقياها، بس لما الاقيها هطلعها على طول. يعني مش عارفه ادخل مكان صغير، فانا هشيل اصلا الدولاب من الاوضه وهغير نظام الاوضه ان شاء الله برضو معاكم بتاعه النوم. وهبقى اجيب المقشه. بصوا بقى هنا شلت السجادة نفضتها، ونفضت كل الانتريه كده. يلا انت كمان كده تشجعي وتحمسي واعملي كل شغل بيتك. بلاش تكسلي، بلاش تفضلي قاعدة، لانك لو فضلتي قاعدة مفيش حاجة هتتعمل. وخلي بالك محدش هيعمل لك اي حاجة، انت اللي هتلبسي الليلة كلها يعني. فانت لازم دايما كده تعملي حاجاتك اول باول، والله بجد وحياة ربنا. شغل البيت الاول الواحد كان متعب بالنسبة له، بس بعد كده بقى متعة كده ان هو يقعد ينظف ويعمل البيت. فبصراحة ما عادش بياخد وقت. برضو المروحة اتبهدلت برضو. تقريبا ده من العصافير، لان العصافير بتطلع زي بودرة بيضة كده، والريش بتاعها بقى بيبقى كتير. فتقريبا عشان كده هي كل شوية بتتوسخ، لان فعلا بتتوسخ كتير جدا اوفر يعني بطريقة غير طبيعية. المهم عامة انا مسحتها وروقتها اهون. وبرضو همسح التلفزيون. نفسي اجيب شاشة LCD، ادعوا لي ان انا اجيبها، لان بصوا نفسي اجيبها جدا. بس عمالة ايه بقى الفكرة ايه، انه انا خايفة تتكسر، ولادي ممكن يكسروها. ففي حاجات طالعة ضد الكاس دلوقتي، فانا هسأل كده واشوف. والنية لله كده ان شاء الله هجيب واحدة بإذن الله تعالى قريب. يا رب يا مسهل دعواتكم لينا كده بالرزق وصلاح الأحوال. وادعوا دايما لنفسكم إن ربنا يبعد عنكم ولاد الحرام والشر، لأن فعلا فعلا اليومين اللي احنا فيهم دول بقى في ناس بيتمنوا الشر جدا لبعضهم. بقى في ناس مش ما بيحبوش يشوفوا حد مبسوط. فادعوا كده كتير إن ربنا يبعد عنكم الناس دول، وربنا يسترها علينا وعليكم يا رب العالمين. المهم أنا هنا كنت بمسح المكان. حطيت شوية من المعطر اللي أنا جبته بتاع مايويل الحلو ده. اسمه سيكريت جاردن، ريحته حلوة قوي يا جماعة. أنا فعلا يعني عن تجربة ريحته تجنن. الكراتين دي جوزي كان محتاجها برضو في حاجة، فهو جابها هنا، فأنا هشيلها أدخلها بقى في البلكونة اللي ورا. هنا برضو أنا مسحت المكان كله أهو. وهنا برضو كنت بمسح تحت الأستاذة بسبس اللي مجنناني ومطلعة عيني. كل شوية تشعبط لي في الكفر بتاع الانتريه وتقطع لي منه حتة. ضوافرها حامية، وكل شوية بوسيف يقول لي حاضر هقص لها ضوافرها. هنا بقى نفضت السجادة دي عشان المكان نشف خلاص وعايزة افرشها. بصوا خلاص يعني انا عاوزة زي ما قلت لكم اعمل تغيير كده شامل وحصري وجذري في الشقة عندي. حاسة ان الستايل بتاع السجاد قديم شوية. حاسة ان الدنيا قديمة شوية، فعايزة اعمل تغيير. يا مسهل ربنا يرزقنا يا رب جميعا بالخير كله. طبعا كل الحاجات بفلوس، يعني ان انا انزل اجيب سجادة بفلوس كتير قوي. الحاجة غالية، الحاجة غالية. وانا عاوزة مثلا اجيب ستايل معين مودرن فغالي مش رخيص. المهم انا هنا لمعت البرواز، وبعدين لمعت بقى الترابيزه، ودخلت بقى على المطبخ قلت حلي بقى انا والولاد. كانوا عايزين ياكلوا ايس كريم بره في الشارع، وهم بصراحه بيبهدلوا هدومهم واحنا بره.
فقلت لهم لا انا هشتري لكم وهبقى ايه احط لكم يعني عندنا في البيت وكده. المهم بعد الغدا زي ما قلت لكم ما رضوش ياكلوا الموز، قالوا لنا عايزين ايس كريم وكده. فانا جيت بقى هنا قلت هجيب معلقه وهعمل لهم. جيت بقى هنا يا حبايبي الغاليين هم مقطعينه كده او عاملينه زي كور، يعني انت تطلعي زي البوله كده اللي هي البتاعه بتاعه الايس كريم على قد البوله يعني، القطعه بتاعه الايس كريم. فانا هنا بقى قطعت لهم حتتين تلاتة كده، وقعدت لهم بقى يروحوا ياكلوا ويتبسطوا بدل بره، لان بره فعلا زي ما قلت لكم بيوسخوا الهدوم. وطبعا هنودعه بقى لان خلاص الجو بدأ يسقع، يعني كده خلاص يعتبر نهاية الصيف. بصوا بقى انا اعرف ان في محافظات في مصر بدأ يشتي الجو فيها، لكن انا يعني عندنا هنا في القاهرة ما فيش شتا. طبعا لسه كمان بقى بعد ما اخلص الكلام ده كله همسح بقى المطبخ وانضفه، لان الولاد موقعين فيه الازازة وجايبين لي الشفشق بتاع الخلاط جابوه من على الرخامة هنا على الارض. عايزه اقول لكم الايس كريم حلو قوي. بس الاول عندي مشوار كده صغنون. عندي بقى ايه المدرسة بتاعت سيف، عايزه اروح اشوف الزي بتاعه كده. كانوا قالوا لنا ان الزي المدرسي هينزل وبيكون موجود في الاسر المنتجة. رحت سألتهم وكده وقلت بالمرة اتفرج على المدرسة بتاعته. قالوا لنا لا لسه ما نزلش. فخدت بعضي بقى وطلعت، هم قالوا لنا ان الزي بيكون موحد، شروال رصاصي والتي شيرت بيكون فوشيا او بينك. فانا هبقى اشتري له بقى من جنبنا من اي محل، وان شاء الله بقى اعمل كده معاكم جولة حلوة يعني. انا وفروحة بقى فرحانة عايز تلعب، تقول لي ماما سيبيني في المدياسة، قلت لها حاضر يا حبيبتي. طبعا فرح لسه ما راحتش اي حضانة ولا اي حاجة. احنا كده خلصنا حبايبي الغاليين، اتمنى الفيديو يكون عجبكم واشوفكم على خير، سلام.